وفي القفله اللي عايزه الاهلي هيحصل. اسمع مني الكلام. من المفترض ان ده المنتج الكروي وده المنتج الترفيهي اللي انا كمشجع اروح من الشغل او افك ضغوطات الحياه بتاعتي واتفرج عليه. ده المفترض. فاللي حصل النهارده ده يبين لك ان ده عمره ولا كان منتج كروي ولا في مسؤوليه ولا في اداره للكوره. ومفروض الكوره في مصر كده من اولها لاخرها تتفور. طيب الازمه بتاعت النهارده دي بتتجزأ ل3 اجزاء. انا هكلمك اهو، بص بالراحه. اولهم اتحاد الكوره والرابطه، تانيهم الاهلي، تالتهم الزمالك. نتكلم بقى واحده واحده، نتكلم واحده واحده. وانا عشان اهلاوي وعشان محدش يطلع يقول لي اصل انت مسكت الطبله للاهلي، فانا هقول لك غلط الاهلي في ايه. معلش انا اسف في الكلمه. انت شفت ان في يعني ايه، في حاجه مش مظبوطه في الموضوع وفي دوره دارت في الموضوع مش على هواك وان الدوري موجه. انت المفروض تعمل ايه قبل الماتش ب 24 ساعه و 48 ساعه؟ تبتدي تاخد في قراراتك. ليه بقى؟ عشان مش ذنبي انا كمشجع طافح الكيل وطافح الكوته وسايب شغل وسايب اعمل وسايب كل حاجه اروح الاستاد في عز الحر وفي عز الصيام وفي عز الزهق وفي عز ما الدنيا جايه عليا عشان اروح اتفرج عليك وفي الاخر انت ما تجيش. تمام؟ مش ذنب طفل زي ده سايب حياته وجاي مع اسرته ولا جاي مع اهل بيته عشان يتفرج على الماتش يطلع معايا بالمنظر ده. ده مش منظر. يعني ده كده مش منظر. فانت المفروض كنت قبل الماتش ب 48 ساعه او 24 ساعه تاخد موقف. اتحاد الكره والرابطه، هو في حاجه اسمها في دوله في العالم، في اي دوله في العالم، ان في جدول وقرعه بتتعمل الساعه 4 الفجر من غير حضور اي مندوب من اي فرقه؟ طيب يعني ازاي؟ طب اقنعني. طب من امتى اصلا، من امتى غير بقى في نوادر كده بسيطه في ماتشات القمه بتلعب من غير حكام اجانب، والمفروض ان الدوري خلاص بيتحسم وهم 8 ماتشات، فانت ازاي مش عايز تحضر حكام اجانب؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ اقنعني. يعني ايه الاهلي المفروض هو ادام عايز الحكام الاجانب فانت المفروض الاهلي هو اللي يدفع ثمن الحكام الاجانب؟ ازاي طيب؟ انتوا من الاول يعني موجهين الدوري في حته معينه. موضوع مقفول. الموضوع مقفول. طيب تالت حاجه الزمالك بقى، دي اخر حاجه انا هتكلم فيها وهقفل بقى الفيديو. تمام؟ وهقفل القصه دي خالص عشان اللي حصل النهارده دي مهزله. تمام؟ انت يا باشا مش كنت بتشتكي من الحكام المصريين؟ سؤال معلش انا اسف، انت مش كنت بتشتكي منهم؟ مش كنت بتقول انا بتعرض لفساد وبتعرض مش عارف لايه وانا لا وادوني العداله التحكيميه عشان خاطر وهتلاقوني انا رقم واحد والكلام ده؟ طب ما هو الاهلي قال لك انا عايز حكام ولا تعرفني ولا تعرفك وييجوا يحكموا ما بيني وما بينك ونشوف. لكن للاسف لا، انت جاي على هواك ان انت اصلا مش في مستواك، فالاهلي لو نزل هياكلك وهيبلعك. فقلت ايه؟ لا خلاص يا باشا انا رايح. انا